السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال يا رب. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول المدارس، كلها كام يوم كده والمدرسة تبدأ. تعالوا النهاردة نحضر مع بعض كده فطار خفيف وسهل وبسيط، مش هتاخد معاكي وقت خالص في التحضير. هنحضر النهاردة ان شاء الله مع بعض الجرس الطرية محشية تمر او عدوى بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتطلع معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة. زي ما انتم شايفين كده شكلها بسم الله ما شاء الله، التسوية بتاعتها مظبوطة، خفيفة جدا، هشة زي السحاب بالظبط. يلا نسمي الله كده ونخش على الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنا معايا 2 كيلو بالظبط من الدقيق. طبعا حابة تعجنيهم في العجان، حابة تعجنيهم على ايدك براحتك زي ما انتم شايفين كده. نزلت عليهم بمعلقتين كبار من الخميرة الفورية، وكمان ربع معلقة كبيرة من الملح. هنزل عليهم من 3 ل 4 معالق سكر حسب الرغبة، بس ما تكتروش سكر علشان احنا هنحشيها تمر او عدوى، فهتكون مسكرة زيادة عن اللزوم. نزلت كده بباكت على بعضه بيكنج باودر ومعلقتين كبار من الخل. معايا هنا مج كبير كده من السمنه، ممكن سمنه بلدي عادي، ممكن سمنه عاديه براحتك، ممكن سمنه على زيت، بس لو حطيته سمنه بتكون طعمها احسن يعني. لو انت حابه تحطي سمنه على زيت براحتك. معايا هنا تقريبا كيلو لبن، بس مش هنزل باللبن كله مره واحده، اللبن بتاعي دافي. ممكن تعجني بلبن رايب، على فكره لو عجنتيها بلبن رايب هتديكي نتيجه خطيره، بس بصراحه ما كانش عندي لبن رايب فحطيت لبن حليب. دفيته كده الاول، وهنزل واحده واحده كده باللبن، مش هحط اللبن كله مره واحده لحد ما العجين ياخد كفايته من السوائل، علشان في انواع كتير في السوق من الدقيق بتختلف، يعني في انواع بتشرب اللبن بسرعه وفي انواع ما بتشربش السوائل بسرعه. بس يفضل وانتي بتشتري دقيق كده هاتي نوع حلو علشان تطلع معاكي الجراس هشه وطريه، عشان الايام دي في السوق في انواع كتير دقيق ونصهم بالظبط مضروب. نزلت كده بحوالي بالظبط 5 كوبايات من اللبن، ونص كوبايه كده من الميه، يعني ما فضلش معايا لبن، ممكن تحطي ميه عادي، ممكن تحطي نص الكميه لبن ونص الكميه من الميه براحتك، المتاح عندك اعملي بيه. فضل معايا معلقتين كبار كده من السمنه في الاخر، هلم بيهم العجينه. لازم عجينه الجرس تخدم معاكي كويس عشان تديكي نتيجه مبهره في الاخر. خلينا ماشيين مع بعض كده واحده واحده ومتفقين اهم خطوه، العجينه تطلع معاكي لينه وحلوه وكمان ايدك ما بتلزقش فيها. انا حطيت معلقتين السمنه، العجينه هتعمل معايا كده كانها بتتفتفت او بتتقطع مني. هفضل وراها لحد ما تلم معايا بالشكل ده كده، شايفين ملمس العجينه طري وناعم، ملمسها خطير. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينه مخدومه كويس حوالي بالظبط ربع ساعه من العجن. شايفين ملمس العجينه عامل ازاي. هغطيها كده هلمها كويس، هغطيها كده حوالي ربع ساعة نص ساعة حسب ما كان التخمير عندك، لازم تسيبيها تخمر براحتها. انا بلم العجينه كلها كده بالشكل ده على بعضيها كده، وبعد كده هغطيها وهسيبها تخمر براحتها وهنكمل مع بعض. هنا معايا حوالي نص كيلو من التمر. التمر ده بصراحه تمر سعوديه، يعني تمر بتاع السعوديه. اي نوع تمر، حتى التمر البلح الاسمر بتاع الايام دي اللي موجود في السوق ينفع عادي جدا. هتجيبي وتحوشي القشره بتاعته، وهتحوشي البذره بتاعته، وتحطي عليه معلقه كبيره من السمسم ومعلقه كبيره من السمنه. هقلبهم كده مع بعض. طبعا الجو لسه دافي، يعني الجو حر، مش محتاج معايا نار. لو هتعملي بتمر اللي هو في السوق الايام دي هيحتاج ان هو يخش معاكي على النار، يعني بالظبط كده 5 دقايق على النار وتهدي عليه النار خالص علشان التمر يسيح معاكي. هكوره كده بالشكل ده وهسيبه على جنب، وبعد كده العجينه لازم تخمر معاكي الاول، وهتقطعيها بالشكل ده حسب الحجم اللي انت حباه. زي ما انتم شايفين كده هقطعها كده بالشكل ده وهسيبها تستريح. هقطع الكميه كلها بالشكل كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله ال2 كيلو عملوا معايا كميه حلوه جدا من الجرس. تنفع معاكي كده بما اننا ستات بيوت كده، بتكون مستعجلين الصبح ولسه صاحيه من النوم. تنفع معاكي على مع كوبايه شاي بلبن كده او كوبايه نسكافيه، هتشربيها وتاخدي جرصايه كده وتقومي تشوفي وراكي ايه على طول. طبعا احنا بنهمل في نفسنا ايام المدارس بالذات، مش بنحضر فطار، فهتكون دي معانا سهله وبسيطه كده على الفطار. وكمان تنفع مع للاولاد كده في المدارس، يعني الاولاد لو حابين ياخدوها معاهم المدارس هتكون صحيه وكمان مفيده. زي ما انتم شايفين كده بفرد الجرصة معايا بالشكل ده، وبفرد معاها كمان حتة العجوة او التمر بالشكل ده علشان ما تكونش بارزة منها.
وبفردهم بالشكل ده. وكمان الناحيه اللي انا فردت عليها بحطها تحت وبضغط ببططها كده بالشكل ده بنفس الطريقه. ومعايا هنا سكينه حاميه او مقص براحتك زي ما انت حابه، هقطعها كده على شكل زائد، وبعد كده بعملها بالشكل ده على شكل ورده. شايفين؟ مفيش ابسط ولا اسهل ولا احلى من كده. حاجه حلوه هتعملها في البيت، وكفايه ريحه الخبيز في البيت، ريحه الجرس في البيت خير كده، وبتملى البيت كله بركه. يعني الموضوع مش هياخد منك وقت خالص ان شاء الله، يعني اقل من نص ساعه كده هتعجني وتخبزي وتسوي في الفرن، والموضوع كله ان شاء الله مش هياخد معاكي وقت. شايفين انا بعمل الجرصه ازاي؟ بفردها الاول وبعد كده ببطط عليها التمر، وبعد كده برجعها تاني على الناحيه اللي انا مقفله عليها، وبعد كده بقطعها بالشكل ده واحده واحده معاكم اهو. انا معاكم واحده واحده. حبه تخليها كده بالشكل ده بتسيبيها، حبه تعملي لها منظر كده بتعمليها على شكل ورده بالشكل ده. شايفين؟ طبعا انا بقطعها على الصينيه او الصاج اللي انا هسويها فيه، يعني مش ينفع احطها على حاجه وانجلها تاني وادخلها الفرن، لا، بحطها على الصاج او الصينيه اللي انا هسويها فيه في الفرن وبسيبها تخمر مره تانية. يا رب يكون انا بوضح كل حاجه واحده واحده كده. بس اوعي تروحي في اي حته قبل ما تحطي لايك وكمان الاشتراك، لو اول مره تشوفيني كده لازم تنوريني في القناه، وكمان يا ريت ما تنسينيش في الكومنت الحلو. بفرد كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بقفل، لازم اقفل كويس، وخلي بالك كده علشان التمر ما يبانش منك ويتحرق معاكي في الفرن. شايفين؟ انا واحده واحده معاكم. بصراحه انا حاولت اسرع الفيديو على قد ما اقدر، بس في تفاصيل مش هينفع اعديها، لازم تشوفوها. زي ما انتم شايفين كده. بس سؤال، حطيت اللايك ولا لسه؟ اوعي تكون نسيتي تحط اللايك، اللايك بيرفع الفيديو. انتوا مقصرين معايا بصراحه في اللايكات خالص، بتتفرجوا على الفيديو وتطلعوا كده من غير ما تحطوا اللايك. حطوا اللايك عشان الفيديو يتشاف كده، وان شاء الله القناه بتاعتنا تكبر بيكم بامر الله. وده كمان شكل تاني لو انت حابه تعمليها كده جرصه زي ما هي، او مش عايزه تعمليها ورده، في السكينه من النص كده وبتفتحيها زي ما انت شايفه بالشكل ده. جربيها، انا متاكده. بس وانت بتشتري دقيق كده هاتي نوع حلو، هاتي نوع حلو كده، نوع دقيق كويس عشان تخلي معاكي الجرس طريه وتطلع معاكي طعمها حلو. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. خلاص كده انا قطعت الجرس كلها كده بالشكل ده، وبعد كده بغطيها بسيبها تخمر تخميره تانية، يعني التخميره الاولانيه قبل التقطيع والتخميره التانية قبل تسويه على طول. طبعا سبتها خمرت كده التخميره التانية، ومعايا هنا نص كوبايه من اللبن، وحطيت عليها معلقه كبيره من السكر، وبعد كده على وش الجرسه كده بالراحه خالص عشان ما تهبطيش التخمير بتاعها. بحط كده على وشها شويه من اللبن، وبعد كده بنزل عليها بشويه من السمسم زي ما انتم شايفين كده براحتك، حابه تحط على وشها سمسم، حابه تسيبيها براحتها ساده زي ما انت حابه. زي ما انتم شايفين كده. وكمان لو مش فضل معاكي لبن ممكن تحطي شويه ميه بسكر عادي من غير لبن. بحط كده على وشها حبه سمسم، او ممكن تحطي حبه بركه لو انت حابه، ممكن تسيبيها ساده زي ما انت عايزه. الفرن بتاعك ممكن تسويها في فرن بوتاجاز عادي، بتشغلي الفرن من فوق ومن تحت على نار عاليه الاول، وبعد كده بتهدي عليها الفرن وبتسويها في فرن الغاز زي ما انت شفت كده بنفس الطريقه على نار وسط، مش نار عاليه على الاخر، يعني نار وسط، يعني حوالي كده درجه حراره 190 او 200. شايفين بسم الله ما شاء الله طالعه طريه ازاي، ولسه كمان طالعه من الفرن زي ما انتم شايفين كده، شكلها ما شاء الله اللهم بارك، حاجه حلوه سهله وبسيطه وكمان سريعه. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.